بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى من حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناة عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد ثواب. بفضل وليس امر نشترك في القناة بعد اذن حضراتكم. منتخبنا الوطني النهارده يا جماعة كان فاز على منتخب زيمبابوي المتواضع جدا بنتيجة 2-1. احرز اهداف اللقاء عمر مرموش من مهارة فردية، ثم محمد صلاح هدف الفوز في الدقيقة 90. الحمد لله، يعني فوز صعب جدا جدا، فوز غالي يعني. وهم اللي صعبوها على نفسهم يا جماعة. منتخبنا هو اللي صعبها على نفسه، ولاعيبتنا هي اللي صعبتها على نفسهم بالفرص الغزيرة جدا اللي ضيعوها النهارده في اللقاء. فانا مش فاهم يا جماعة، طب انتوا ليه بتستنوا الوقت ده؟ يعني ليه بتستنوا الوقت ده، وليه كمية الفرص الضائعة دي؟ يعني انا مش قادر اقول لهم الكابتن حسام حسن النهارده. انا الومه في بعض النقاط، وهي ان هو في نص الملعب بيلعب يعني بحمدي فتحي جنب مروان عطية. طب ليه الثنائيه دي عمرها ما اثبتت يعني شيء؟ والله انا شايف انها عمرها ما اثبتت شيء. فانا وجهة نظري هي تلعب بمروان عطية ومعاه مهند لاشين، قدامهم امام عاشور. مروان عطية، امام عاشور، زيزو. دي وجهة نظري. ولكن يعني مروان عطية مع حمدي فتحي، شايف ان الثنائيه دي لم تثبت شيء ولم تحقق اي نجاح، ولم يعني ما عملتش حاجه خالص. بقى خليني اكلمكم بالبلدي، ما عملتش حاجه يا جماعه. تمام. وامام عاشور ده واحد لسه راجع من الاصابه، انت ازاي تبدا بيه اساسي النهارده؟ مش فاهم. يعني هل انت بتصدر له الجمهور؟ يعني بتقول لهم اتفضلوا بقى امام عاشور، انتوا عمالين يعني كلتوا مخي بيه؟ مش فاهم يعني. هي مش مفهومه غير كده. ده واحد راجع من اصابه بقاله يمكن سنه ما بيلعبش، ما لعبش مع الاهلي حاجه، ما لحقش يسترجع مستواه. انت ممكن تنزله اخر ربع ساعه، اخر تلت ساعه، ولكن مش تبدا بيه اساسي يعني. خسرك تغيير النهارده. طب ليه؟ طيب يعني انت مش شايفه في التدريبات؟ حضرتك مدرب، مش انا اللي هعقب عليك يعني. المفروض ان انت شايفه، يعني شفت امام عاشور في التدريبات؟ يعني مش هو امام عاشور بتاع الفتره اللي هي ما قبل الاصابه. ازاي بقى ادفع بيه اساسي النهارده؟ فهي ده بعض التعقيبات اللي عندي بالنسبه للكابتن حسام حسن. واكبر كارثه يا جماعه ان الشناوي لسه بيقف يا جماعه. الشناوي لسه بيقف ليه؟ مش فاهم والله. انا مش بهاجمه، ولكن ده منتخب مصر. ده منتخب مصر، انا مش هطبل لحد ولا هزمر بقى لحد. ده منتخب مصر، فاللي مش هيأدي كويس من وجهة نظري ومن اللي انا شايفه هنتقده. هنتقده وههاجمه. ولكن انا يعني بفضل ان عندك مصطفى شوبير، عندك احمد الشناوي بتاع بيراميدز، عندك بلاش محمد صبحي، عندك احمد الشناوي وعندك مصطفى شوبير. حرام والله يا جماعة الشناوي يعني يقف والناس دي موجودة والله. أحمد الشناوي يعني مقدم نجاحات يعني فظيعة جدا مع نادي بيراميدز. مصطفى شوبير كلنا شفناه يعني. مش أنا اللي هتكلم عن مصطفى شوبير، كلنا شفناه، كلنا شفنا أداء مصطفى شوبير. فأنا مش فاهم بصراحة. دي بعض التعقيبات اللي عندي بالنسبة للكابتن حسام حسن. وفي حاجة برضه، ثنائية حسام عبد المجيد وياسر إبراهيم غير متوافقة بالمرة. غير متوافقة بالمرة. مفيش يا جماعة، مفيش. كلنا شفنا النهاردة يعني الهدف الأول أنت هتلاعب منتخبات تقيلة جدا. يعني أنت عندك منتخب أنجولا، عندك منتخب جنوب أفريقيا الجمعة الجاية الساعة 5. فأنت عندك مباريات تقيلة ولسه كمان يعني إن شاء الله بإذن الله لما نصعد. فأنت لو قابلت منتخب بينقي الكورة كويس، أقسم بالله الدفاع عندنا بايظ والله يا جماعة. دي أقل كلمة أقولها. الدفاع عندنا بايظ جدا، ما عندناش دفاع والله. فأنا دي بعض التعقيبات اللي عندي. يعني شايف إن إبراهيم عادل ينزل من بدري، مصطفى فتحي ما ينزلش ليه؟ محمد صلاح أنا يعني عندي يعني في علامات استفهام كتير جدا على أدائه النهاردة، بصرف النظر عن الهدف اللي جابه. ومحدش يقول بقى مش عارف إيه. محمد صلاح النهارده حرفيا اقسم بالله في علامات استفهام كتير جدا على ادائه وعلى مستواه النهارده في الملعب. محمد صلاح لو بيلعب مصاب النهارده مش هيظهر بالمستوى ده ومش هيظهر بالاداء ده والله. ليه ما تخرجوش في في الدقيقه 80 مثلا، في الدقيقه 75، في الدقيقه 70؟ مش هقول لك بقى تخرجوا من الشوط من اول الشوط الثاني.
لا يا عم، ادي لمصطفى فتحي ربع ساعة، ادي لمصطفى تلت ساعة، هيلعب وهيأدي والله وهيلتحم. محمد صلاح خايف على نفسه، كلنا عارفين بكده. محمد صلاح ما بيلتحمش في كورة. ف في حاجات غريبة جدا يعني. الحمد لله احنا فزنا وقدر الله ما شاء فعل. الحمد لله، فوز صعب صعب جدا. يعني امام منتخب متواضع والله من وجهة نظري. منتخب متواضع النهارده. انت ما قابلت يعني، احنا لحد دلوقتي ما قابلناش منتخبات تقيلة والله. كل التوفيق وكل الدعم في منتخبنا الوطني في الماتشات الجاية ان شاء الله، وبإذن الله نصعد ان شاء الله. سلام عليكم.